السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا النهاردة شوربة السي فود هنعملها مع بعض. معانا النهاردة كيلو سي فود، طبعا انتوا عارفين هو بيبقى شامل من ايه. تمام. ومعانا البهارات، معانا الكمون وبهارات مشكلة، ومعانا روزماري، ومعانا سنة فلفل اسود، معانا ملح، ومعانا معلقة صغيرة سكر، ومعايا بصلاية وفلفلاية وطماطماية وجزراية، ومعايا كريمة لباني اللي هي كريمة الطبخ. نجيب حلة على النار وهنحط فيها معلقة زبدة. ومجرد ما تسخن هنزل بحبهان وورق لورا. تمام. وهنقلبهم كده، وبعد كده هنزل بالكابوريا والجمبري والجندوفلي. مش عارفة هو عندكم بقى انتوا بتسموه بقلاويز جندوفلي، براحتكم بقى. هنشوحهم شوية، وبعد كده ايه ياخدوا تشويحة حلوة كده، وبعد كده ايه انزل ببقية الحاجات التانية اللي هي الجمبري والحاجات التانية، لان طبعا هي ما بتتحملش ان هي تتشوح قوي. هنشوحهم كده تشويحة حلوة كويسة. تمام. وهننزل عليهم بفصين توم مبشورين. هننزل بفصين التوم المبشورين اهم، وهنشوحهم مع بعض تشويحة حلوة كده مع بعض. وبعد كده هنزل بالبصلة والفلفلة والطماطمية والجزراية، وهنشوحهم حلوين كده مع بعض ياخدوا تشويحة حلوة. بعد كده انزل بالبهارات، المفروض البهارات هي بهارات مشكلة، مع كمون، مع الروزماري، مع فلفل اسود حبة حبة صغيرين، مع الملح ومعلقة السكر الصغيرة. وبعد كده انزل بالمية، وهيسيبها بقى مع بعضها كده تاخد وتدي. تمام. دي عندنا رز الصيادية اللي هو الرز الأحمر، هنعمل رز أحمر. تمام. هنا عندنا هننزل دلوقتي بكوباية الكريمة اللباني أو كوباية لبن، أي حاجة اللي يريحكم. أنا حطيت هنا كوباية الكريمة الطبخ. ما شاء الله جميلة جدا، جربوها وهتعجبكم. هنا بقى هنجيب الحلة وهنحط فيها شوية زيت، وننزل بالبصلة. البصلة طبعا انتوا عارفين الرز الأحمر بنحمر البصلة بنغمقها، وهنزل بمعلقة سكر صغيرة مع البصل. تمام. هنا بقى احمرت بس اللقطة ما جاتش. وهنزل بحبيتين طماطم مفرومين، وهنزل بيهم بالبصلة ياخدوا قلبة مع بعض كده، غلوة كده بسيطة. وبعد كده ايه انزل بالمية. المية مجرد ما تقلب انزل بالبهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن كمون وبهارات مشكلة برضك، والورق اللوري وال وال والقرفة والعود القرفة. هاسيبه بقى لما يستوى. هنا بقى طبعا هنا ما شاء الله، يا اللقطة بقى ما جاتش وانا بعمله، بس هنا ما شاء الله الرز عندكم اهوتي، وعندكم شوربة السي فود ما شاء الله ظاهرة قدامكم. طبعا هي باينة، انا مش محتاجة ان انا اتكلم. ما شاء الله يعني شكلها بيوحي ان هي ما شاء الله حلوة. بجد 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 طعمها جميل جدا، وولادي اكلوها وعجبتهم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.